هزعلك معاهم برضه. لا عضلاتهم قويه قلبه، ده عضلاتهم قويه قلبه، هو اصلا شبه حبات المضاد الحيوي. دي 2024 واللي هخليك تركبها باحسن سعر. مين حضرتك؟ مين حضرتك عشان تخليني اركبها؟ ما انا ممكن اركبها لوحدي. بل عملنا مشيت بقى يا جدعان، بقى يا جدعان، الدغ في اللغه العربيه كلها، ما بجد ما بفهمش نص كلامه. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا رجعنا في فيديو جديد. اتاخرت شويه في الفيديو ده، بيتهيألي اتاخرت شويتين، بس اعذروني، انا نومي الفتره دي طالع عينه. انا بنام الصبح اصحى اخر النهار مش عارف ازاي، فادعوا لي اظبط نومي عشان ارجع تاني اظهر لكم زي ما كنت. طبعا انا هتكلم فيه ده انا مش محتاج اوضحه، كل فيديو بتكلم فيه ان ريتش رايح في داهيه. انا عارف يا جماعه ان ريتش واقع غصب عننا، بس انتوا لازم تساعدوني في الموضوع ده عشان ابتدي اظهر او ابتدي لو انا غايب عنكم تلاقوا لي فيديوهات. دي اسوأ فتره عدت علينا من 10 سنين في اليوتيوب اساسا، فلا انتوا ما تردوليش كده. فكل الناس تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت مشترك في القناه مش مفعل الجرس، لا اشترك وفعل الجرس واضغط عليه واختار اول واحده فوق اللي هي كل الاشعارات. دي بقى يا معلم بتعمل ايه؟ بتوصلك اي فيديو جديد انا بعمله. هتقول لي طب انا عامل كل الكلام ده وما بيوصليش اشعارات برضه في فيديوهاتك وانت برضه مختفي. الحلقه دي بقى هتلاقيني سايب لك تحت في الكومنتات قناه واتساب انا عاملها لينا كلنا، بحيث ان الناس اللي ما بتوصلهاش اشعارات ابعت لكم اللينك اول ما الفيديو ينزل تيجوا تتفرجوا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا بقى عشان انا كالعاده ام سو اكسايتد، وخش بينا يا ابني على اول فيديو. لو حد زعلك ايوه بني عليك، اه هزعلك معاهم برضه. لا عضلاتهم قويه قلبه، ده عضلاتهم قويه قلبه، هو اصلا شبه حبات المضاد الحيوي فاهمني، بس هو قلب جامد، وعضله القلب معروفه ما لهاش تمرين. خد انا نعم خير في ايه؟ تعالى بقى اقول لك تركب عربيه ايه تحت المليون جنيه. تحت المليون جنيه؟ انا عايز اركب عربيه تحت الكوبري. مليون جنيه ايه حضرتك؟ في عربيه تحت مستوى محدود الدخل، يعني اللي هي حاجه ب 15 17 جنيه كده، ولا ما عندكوش؟ اول عربيه معانا بي واي دي 2024 واللي هخليك تركبها باحسن سعر في مين حضرتك؟ مين حضرتك عشان تخليني اركبها؟ ما انا ممكن اركبها لوحدي. يعني حضرتك وظيفتك ايه؟ بتجيب اي حد تخليه يركبها؟ ما دي مشكله حضرتك برضه، انت كده مش وظيفه شريفه. 530,000 جنيه. ايه ده هو ده مقدم؟ مقدم ايه حضرتك؟ مقدم ايه اللي 530,000 جنيه؟ انا عمري ما شفت 530,000 جنيه دول قبل كده. لا ده سعر العربيه، المقدم بتاعها 150,000 جنيه. لو كده معقوله شويه. وتاني عربيه معانا وهي سوزوكي سويفت 2024 هاتشباك، واللي هخليك تركبها ب 250,000 جنيه. دي ب 250,000 جنيه؟ ده انا جبت تمنيه وانزل احمل من رمسيس للمؤسسه احسن من ان انا ادفع في دي 200. في ايه يا حضرتك؟ دي لسه عربيه اصلا صغيره ما اتفطمتش، انتوا بتضحكوا عليا. وتالت عربيه معانا أيوة. عربيه اس يو في. ايه اللي اف سي تي؟ حضرتك مش عارف انطقها، يعني هيركبها ازاي حضرتك؟ بمقدم 300,000 جنيه. بس كمان هتقسط على 7 سنين. لا يا بلاش بقى، يا بلاش، انا بقتنع، انا بدات اقتنع بصراحه. مستنيينكم عنواننا التجمع الاول محور مصطفى كامل. مع سيا جروب سهل تركب عربيه. مع سيا جروب احنا هنحطم لك امالك اساسا، ما خليك بص بقى تشوف العربيات في الفيديوهات بس، مش هخليك تشم بنزينها حتى. كل من النجاح يتكون من 4 ايوه خطوات. يلا ادي النجاح. انا مش عايز انجح اصلا. خد انت بقى السلم والله يوفقك بقى. انت كده هتروح تعمل للسلم نفسه صيانه، تخيل بقى تعمل ايه في النجاح. منان مين الاقوى فينا، انا ولا انت؟ انا الاقوى يا بالو. بجد يا جدعان انا عاوز اتكلم في حاجه بقى. انا عايز بالو يلبس بعد كده سلوبيت، عشان منظر الحزام مع البنطلون بيهلكني من الضحك. مش كده يا بالو بقى؟ يا راجل مش لاقي بنطلون واحد يجي على وسطك. كيس فيا انا لا بسألك كيس مين فيا. الاقوى، انا ولا انت؟ انا الاقوى يا بالو. ما طبيعي يا بالو، ما طبيعي يا بالو، انت محتاج فيتامينات يا بالو. انا عايز اكتب لك على اوميجا 3. تم امشي يا منان. انت هتعمل ايه؟ عايز ايه؟ في ايه المشكله؟ انا بسألك مين الاقوى، انا ولا انت؟ انت الاقوى يا بالو. اشمعنى يا منان؟ بل عملنا مشيت بقى يا جدعان الدغ في اللغه العربيه كلها، ما بجد ما بفهمش نص كلامه. قلت انا الاقوى، بل لو كنت قاعد جنبك قلت انت الاقوى. ايوه عشان وانت جنبي ايوه انت ظهري وسندي يا بالو، وما بخافش من حاجه في الدنيا وببقى قويه بيك. متخيل؟ ظهري وسند. بالو ده انت ممكن تخلع في خده وتسلك بيها اسنانك اساسا. فيعني الله يعين اللي بيتفرج على الفيديو. بس لما سبتني ومشيت ايوه حسيت ان انا لوحدي في الدنيا. يا سلام. وماليش ظهر وضعيف. بس بالو خلاص يا خلاص بس البصه. اي حد عايز خدامه، عايز رقاصه، اختي الكبيره موجوده، اتصلنا على 03152. ايه الهبل والاسلوب القاسي؟ ازاي تقولي على اختك كده؟ وفين المصداقيه؟ انا بقالي ساعه بتصل رقم غير متاح حضرتك. يا تقولوا كلام مظبوط يا ما تقولوش. يا جماعه يعني ده امساك ولا ايه؟ مش طبيعيه. تحس ان هي انت عارف انت الحزقه اللي بتيجي في الامساك دي، انا عارفها اللي بيجيب البوازيك دي. هي واكله حبهان ولا هي قرفانه من نفسها؟ مالها كده؟ دي لو خدت حبوب ملاين هتبقى زي الفل اعتقد.
بيقول لك ايه بقى؟ ان المجرم ده قتل 17 شخص عشان بيبصوا له بس. في ايه؟ عايزين نغير الديكور ده بقى يا جماعه، ايه رايكم نعمل جبسن بورد ونعمل ايه رايكم؟ بص لي ايه انا بتاع اكت ماليش اي علاقه باي حاجه كده زي ما انت. 1 2 3. ايه ده؟ هو بيبص من شنبه ولا ايه؟ انت بتستطعم الشعر ولا ايه؟ في ايه؟ سامح كفايه. كفايه ايه؟ هو سامح ليه هيعمل حاجه؟ سامح بيبص لمكان تاني، كنت تصبر لحد ما يوصل المكان الصح. في حد بيبص من هنا يا سامح؟ انت ايه بتبص يا واد المنفلوطي؟ بقى اللي مكتوب هنا على التيشيرت ده تقلق ايه حضرتك؟ تقلق ايه؟ تقلق ايه حضرتك؟ احنا مش جايين نعمل لقاء في اوضه النوم هنا، دي كاميرا وليله في حوار كبير. بص اهو. ما انا مش اف يو سي كي يعني يوسف. يوسف مين؟ يوسف مين حضرتك؟ يوسف ده حد صاحبك يعني؟ المفروض كنت تصور معاه الفيديو ولا ايه؟ فيوسك. فيوسك؟ مالها فلوسك؟ ايه فيوسك ده يالا؟ والله العظيم الشعب المصري ده لو قال ما نعرفش كل المشاكل في الكوكب هتتحل، بس احنا نقول ما نعرفش. وغير كده انا من قيمه شهر انا واخد شهر. رقم 1 على العالم في افريقيا. 1 على العالم في افريقيا؟ دي اللي هي ازاي دي؟ انا بقالي ساعه بحسبها مش عارف اجيبها دي، بس هي شكلها حاجه مميزه لان هي حاجه ما حصلتش قبل كده الصراحه. مش في مصر بقى. مش في مصر بس، انت متخيله كميه النجاح؟ واخد الاول على العالم في افريقيا يعني ايه بيه كمان؟ انا مش فاهم بصراحه، انا بقالي بحاول شكرا لك. صعب شيء بالحياه ان الواحد يكون حامل بالشهر الثامن. وانت مين اللي دق؟ مين اللي عمل فيك كده حبيبي؟ مين اللي عمل فيك كده بابا ويوم لك بطنك كده؟ عم يتوحم على فريز وما في ولا محل فاتح. يا حرام البيبي. دايما يقول لك العلويه مسؤوليه، شفت النتيجه؟ فالموضوع صعب برضه، ما هي الخيانه ليها عواقب يعني، مش اي حاجه تبقى كده. بتقول لك الهوا في شعر يتغسل، اصلا شعرها عشان يتفك من بعضه محتاج عمليه حسابيه اساسا، يعني محتاج معادله. بتعمل كده ليه؟ هو العريس مخطوف؟ بص تحس ان العريس بيوصل. بص اسكتي بقى خليتي الناس كلها تتفرج علينا. انت مخطوف يا ابني ولا ايه؟ لو مخطوف شاوي يعمل اي حركه ده بص ما بياخدش اي رياكشن. بص هو عامل كده. هو مصدوم طيب يعني بقى انت من الفرحه خرصيت اسنجيت الدنيا خيبت معاك. هي دايما كده تحس ان البنات عندها شغف اكتر مننا بكتير. هو مش انتي برضو نفس البنت اللي كانت معايا في الشركه من يومين؟ طيب وايه المشكله يعني؟ ولا ايه المشكله؟ هو معلش يا نسا، وما هيقبلوكي بالطقم ده؟ لا هيقبلوك انت بالطقم ده، انت عيل فاشون الصراحه. انت شاريه من سوق الجمعه صح؟ من سوق الجمعه. لذيذ موت. ايه خصك؟ لا اصل اكيد يعني شركه محترمه زي دي ايوه مش هتقبل يعني، المفروض تروحي تغيري تلبسي. هتقبل الطقم الاوتفيتو ده، هتقبل اوتفيتو الجنايه اللي قدامنا ده عليك تقبلي وش. ما كل واحد يخليه في حاله. طب روحي غيري. لا الولد ده الاول، الولد ده ثقه في نفسك ده، الولد ده الاوتفيتو بتاعه قوي قلبه، مخلي قلبه جامد. تعلموا الستايل ايه يا عم اللي انت لابسه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ مش هنا يا حبيبي، انت مصمم. هي قالت لك امسك من هنا، انت عمال تنزل تحت. الكلام ده مش في القاعات، الكلام ده له وقته. في ايه يا ابني وانت بتنقي بطيخ؟ ما تسيبها في حالها بقى، عماله تشيل ايدك وانت برضه عمال تمسك. في ايه يا حبيبي؟ اهدى بص مبسوط مصمم. خلاص هو مصمم، معلش هنعمل له ايه؟ هو ايده جايه على تحت، مش راضيه تطلع. ده كان اخر فيديو معايا يا حبايب قلبي، نتقابل على فيديو جديد بالف خير. طبعا ما تنساش تعمل لايك، تنزل الكومنتات، سايب لك لينكات كتير قوي، تيجي عندي على الانستجرام في ريلز كتير جدا بتنزل في حتت كتير انتوا لا تفقهوا عنها ايش، لانكم مش هتقابلوها طول ما انتم متابعين اليوتيوب بس. فاتمنى تنوروني في كل حته. نتقابل على فيديو جديد بالف خير. سلام عليكم.